هو انت من امتى بتلبسي الحاجات في البيت؟ مفيش يا حبيبي، ده انا كنت بس حسيت بالجو ساقع ويعني قلت ده في جسمي كله، وبصراحة عجبني الستايل ده فقلت يعني افضل بيه شوية. الجو ساقع؟ غريبة يعني، ما من امتى اصلا وانت بتحبي الحجاب ده؟ انت بتستني ان انت تيجي البيت عشان تقلعي الحجاب، مش سبب منطقي خالص. مش فاهمة يا احمد يعني في ايه؟ وبعدين اي واحدة محجبة بتيجي بيتها ما بتصدق تخلع الحجاب، وبقول لك كنت بردانة ويعني نسيتني الغدا. مالها البت دي؟ غريبة يعني، اول مرة تبقى حابة الحجاب كده وبتقول اي كلام اصلا. مش مشكلة، شوف بعدين. اسلام يا حبيبي عامل ايه؟ ايه يا منى، ايه يا قلبي، اخبارك ايه يا حبيبتي؟ انا كويس، انت اللي عامله ايه؟ انا مش كويسه، وبصراحه حاسه ان انا محتاجه اتكلم معاك شويه. مال صوتك يا منى؟ فيكي ايه؟ اسلام بصراحه احمد يعني ابتدى يلاحظ الطرحه، وانت عارف ان انا ابتديت اخد الكيماوي، وهو بقى يتضايق من الموضوع الطرحه ده في البيت وبقى يسالني فيه ايه. بصراحه بقيت متردده متوتره ومش عارفه اتكلم. طيب بقولك ايه، اهدي بس كده وانا شويه كده وهجيلك. ماشي ماشي، انا جاي على طول اهو يا حبيبتي. باي ماشي باي. مستنياك، باي باي. باي. ايه يا ابو حميد، اسلام عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك؟ كويس. خش جوه حبيبي. اقعد يا حبيبي، اقعد. عامل ايه يا ابو حميد؟ ايه يا حبيبي عامل ايه؟ يعني غريبة ما قلتليش انك جاي النهارده. ولا حاجه، كنت معدي كده وقلت اطلع اسلم عليكم. قال فين منى؟ من اختك دي بقى، انا عايز افهم حاجه، هي بتدلع عليا يا ابني؟ لابسه لي الحجاب طول النهار ومحسساني ان انا هعكسها ولا حاجه لو قلعته. ايه يا عم في ايه؟ المفروض تكون فاهم، البت عاوزه توحشك. يا عم انتوا عيله شكلكم في التربنتينه كلكم. اختك في المطبخ يا عم، اختك في المطبخ، روح. ماشي يا عم العاقل. يا منى، عيله في التربنتينه كلهم. يلا يا عم اشوف راح اعمل ايه. ايه يا منى؟ ايه يا حبيبتي مالك في ايه؟ منى مفيش يا اسلام. مالك في ايه؟ جلسة الكيماوي الأخيرة تعبتني شوية. طب ريحي ريحي. ازاي في ايه جمالك؟ حاسه بايه دلوقتي؟ أنا مش حاسة بأي حاجة، بس غير هو التعب، دوخة ومفيش أعصاب. طيب اهدي خالص وانا هكلم الدكتور ونشوف هنقدر نعمل ايه. يا حبيبي ده طبيعي، هي الجلسات الكيماوي هو ده التأثير بتاعها. طيب اهدي بس خالص عشان بس احمد ما يسمعش اي حاجه. انت الاول كنت عايزاني في ايه؟ ما هي دي المشكلة، بقيت حاسة إن أنا خاينة كذابة، وأحمد لازم يبقى عارف، بس للأسف